قريت الكتب وأتيت إلى المطار. أنا لأول مرة أسافر لوحدي، أنا جيت مع السفير هذاك وما معي شيء. الآن أرجع وقت الإجازة إلى البلاد وما أعرف نظام السفر، فجبت هذه معي أول رجعة لك. أول رجعة لي، جبت ممتاز. معي كتب من معرض الكتب في القاهرة، نعم. كتب كثيرة. جيت إلى المطار ما معي إلا تذكرة ولا عندي فلوس ولا أي شيء. ولما جيت عند الكاونتر حط الميزان، قال أنت عليك كذا 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 مبلغ، حق شحن. مبلغ ما يخطر على البال أصلا بالنسبة لي أنا. قلت له أنا ما معي فلوس. هذا شاب المصري يعني ما زلت أتذكر يعني. جزاه الله خير. قال أنت بتتريق ولا إيه؟ لا لا أنت تدفع كذا. قلت له لا والله ما عندي. فهو يعني من باب المزاح الجاد قال لي شوف أنا عندي حل، نسفرك أنت ونسيب الكتب. نسيب الكتب. قلت له لا. قال لي طيب نسفر الكتب ونسيبك أنت. قلت له لا. قال لي امال ايه؟ قلت له اسافر انا والكتب ان شاء الله. قال لي ان شاء الله. قال اتحداك لو ما دفعت الفلوس مش هتمشي انك تسافر انت والكتب مع بعض. قلت له ان شاء الله انا اتحداك ان انا والكتب حنسافر مع بعض. الله. قلتها انت يقينا بالله. انت قصتي سمعتها اكيد. لا بس في كثير يا شيخ ما سمعوها. معقول؟ والله في كثير من الناس ما سمعوها. لا ما اشوف واحد الا يقول لي قصتك مع الكتب في مطار القاهرة. انتشرت انتشار عجيب. وبعدين اخذتها هو كانت كراتين. طلب الحمالين قال لهم ودوا هناك اللي بعدك روح. وطردني. وأنا رحت إلى المسجد وكان منتصف الليل. الطائرة رحلتها كانت الساعة 7 صباحا تقريبا. أنت جاي بدري. أنا منتصف الليل. أيوة. جيت هناك فدخلت المسجد وأصلي طول الليل ولا أعرف أحد، مش الشيخ عبد الرشيد وفلان، لا أحد يعرفني سبحان ولا أنا أعرف أحد، لكن أعرف الله ربي. فانكببت على الصلاة أدعو بين يدي الله وأسأل وأقول يا رب أنا وكتبي نسافر مع بعض يا الله، وكل الأمور بيدك. وطول الليل أنا أصلي حتى دخل علينا صلاة الفجر. أقيمت الصلاة فقدموني من باب أني لابس جلباب وكذا، يعني كنت ألبس جبة الأزهر وكذا. واضح عليك هيئة القرآن. قدموني صليت بقراءة. فلما يعني انتهيت من الصلاة والتفت إذا بضابط كبير خلفي، والله والدموع تنزل من عينيه على خديه. لا إله إلا يبكي. والعجيب أن الجواز وكان فيه تذكرة زمان، تعرف دفتر كبير التذاكر. تذكرة والجواز كانت في الأرض. ما كلمني ولا سلم علي، أخذ الجواز تذكرة، شاف الطيارة وشاف وقتها، سلم عليه بعدين قال يا مولانا لسه في وقت عندنا، أنا شفت طيارتك لسه، فياريتك تمتعنا كمان بالقرآن. الله عاوزك تقرأ. فأقرأ ويزداد بكاء سبحان الله، وأقرأ ويزداد. وبعدين قال لي تعال أخذني إلى مكتب فوق، مكتب كبير وكراسي متعددة. طلع هذا الرجل مدير أمن مطار القاهرة كله، ما شاء الله، رجل كبير. ومن يعني حبه وتقديره ما جلس في كرسي وظيفتي، جلس الكرسي المقابل لي. الله. طلب لي الشاي وطلب كذا وبعدين قال يا سألني ليش ما خلصت؟ قلت له والله كان عندي مشاكل مع الوزن هنا. أخذ التليفون وسأل مين اللي موجود هنا؟ قالوا فلان، جيبوه. هو فلان نفسه فلان نفسه. الله. فجاء دخل ولم أنس دخلته، كيف دخل وهو يرتجف لما رآني. لا إله إلا الظاهر لما قالوا له مدير الأمن المطار يريدك، من هنا بدأت الرجفة عنده. والله ما أدري، والله افتكر أنك اشتكيته طبعا. أيوة ما أدري إيش. لما شافني وشاف المنظر عجب.
فهو قال له يعني كلام نحوه، قال ليش ما خلصت للشيخ؟ يعني انت بتخلص للناس التعبانين وتترك البركه وكذا، الله. انتوا ايه يعني اعطاها يعني. قال له والله انت سعادة البي انا كنت اخلص بس ما اعرفش ايه والله ورا ماله الجواز والتذكره. قال له خلص له دلوقتي. سبحان الله. اخذ الجواز وانا ما رحت معه، راح هو خلص الاجراءات في الوزن وركب كذا وجاب لي البولين باس حقه، يا الله، بطاقة الصعود. فصعدت أنت وكتبك. ومش بكذا، كنت أبقيت لنفسي كرتونتين ثقيلتين. قال ليش يا دول؟ والله أنا بس عشان الوزن. لما قالوا لي جاب عسكري قال له شوف شيلها أنت، يا الله، اوعى تحطها في يد الشيخ، اركب معاها الطيارة، فاهم؟ الله، حاضر يا سعادة البيه. حاضر سعادة. وحطه عنده، لما يجلس في الكرسي حطه جنبه. الله الله الله. واوعى حد يفتش الشيخ. قال له كده. لا اله. اجي عند البوابات يقول تبع البيه تفضل سعادة البيه. وهذه من بركة القرآن. والله بعض الناس قالوا انت يعني وفد ولا وزير ولا شيء، ولا قلت لا 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 أنا مع القرآن. الله سبحانه. لا اله الا الله. لا إله. هذه كانت قصة مشهورة اشتهرت. الحين انت تريد كمان تنشرها يعني ثاني؟ لا لا